هاي أصدقائي، كيفكن؟ رجعنا لكم من بعد غياب. طبعا أخوكم سيم السويد. كثار توجهوا لي كيف بدنا نحتفظ في الجهاز، آسف سوري، كيف بدنا نحتفظ البرنامج اللي في الجهاز الأورج 700 أو أي من فصيلة 700 ألف، اللي هو أو بي 4 إكس 3 5 10 اللي هو طبعا نحتفظ فيه على ديسك أو قرص اليو اس بي. طريقة كثير سهلة طبعا. طبعا الكل بيعرف ال 700 ديسك اليو اس بي، من نحطه من ورا في المكان اليو اس بي تبعه. ايه، بنشغل الجهاز، نشغل الاورج، نيجي هلا على نختار ميديا، نضغط ميديا وبنروح على سيف الثاني، نختار سيف. تطلع هيدا الشيء ALL ال، نضغط عليها لتصير باللون الأصفر. ننزل على سيف 2، نضغط سيف 2. ونروح هون على جنب شمال. طبعا فينا نحفظ البرنامج على ديسك الجهاز، ديسك الأور، بس أنا بفضل على دائما على القرص الخارجي، الديسك الخارجي، لأنه الذاكرة ضعيفة في ال700. نضغط على وين كلمة ديسك ونختار اليو اس بي. هون نضغط يو اس بي، بنروح على هلا بنروح على نيو سيت، نضغط نيو سيت. هلا تطلع هي الكلمات. ما طب هلا بنضغط وين حرف التي لنغير اسم البرنامج. طبعا بتكتبوه بالاسم مع رمز، لانه ما تنسوه، لانه شو بتشتغلوا على البرنامج او بتعملوا تعديل او بتضيفوا دائما، اه، احتفظوا فيه على ديسك خارجي طبعا، لانه ما يضيع شغلكم. ودائما اكتبوا رمز او اشي تتذكروا اي برنامج اشتغلتوا عليه واحتفظتوا فيه على على ديسك اليو اس بي. هلا بنعمل كلير طبعا، نحذف الكلمات. مثلا انا بدي اكتب مثلا سيمو 700، سيمو 700، وبنروح على اوكي. هلا بس انا مش بحاجة طبعا احفظه على القرص. لما نضغط اوكي، دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين ماكسيموم، البرنامج بينزل على ديسك اليو اس بي. كثير سهل طبعا، طريقة كثير سهلة. وأنا رجعت من جديد. طبعا أي واحد بيعتاز أي شغلة أو عنده أي سؤال يترك لي على الفيديو، بخصوص الكورج 700، البي اس 700، أو بأي نوع كورج. طبعا بي اس 700 800 900 ألف بي 4 اكس. راح قدر المستطاع أساعده، وراح أرجع أعمل فيديوهات طبعا تعليمية، وفيديوهات تشمل جميع الأسئلة، جميع الشغلات اللي بيحتاجها كل عازف على جهاز الكورج. طبعا اللي مش مشترك عند أخوه سيمو يشترك فضلا وليس أمرا ليصله كل جديد. مع خالص تحياتي وأطيب وأجمل التحيات من أخوكم عس الأورك سيم السويد. إلى اللقاء.